بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا على طول هفضل اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، محدش يتريق عليا يا جماعة لحد العيد الكبير كمان ما يجي. المهم احنا النهارده عندنا روتين خفيف كده في المطبخ. فانا بقى ايه، قاعدة كده ولا بيا ولا عليا زي ما بيقولوا. لقيت حد داخل عليا بفرخة كاملة مرة واحدة كده. اه، فرخة كاملة. اختي جوز الله يبارك لها كانت مربيه فراخ، فهي ايه، احنا من عوايدنا احنا هنا مع بعض. اي حد بيربي اي حاجه فبندي ايه بعض منها. انت مربيه فراخ، انا مربيه بط، بتاع اللي مربي بيدي ايه للتاني. فهي تعيش وتربي يعني. فلقيتها بتقول لي ايه، خدي الفرخه دي. قلت لها يا ستي هاتي كتر الف خيرك، فرخه سليمه كده على بعضها مره واحده. طبعا انتوا عارفين غلو الفراخ يا جماعه، محدش يعني الله يكون في عون الناس بحالها يعني. المهم بقى مسكتها غسلتها ونضفتها، زي قبل ما اعملها رحت مسخنه لها ميه واديتها الروضه، طلعت خلت جدادة بحالها فوق على السطح ونزلت لي بيها. فالمهم بقى كنت ايه، حطيتها في الميه السخنه وايه نضفتها ايه زي ما انتم شايفين كده من الريش. خلصتها وقلت اشطفها الاول وبعدين ابقى هنا كنت ايه بشطفها. روضه بقى سابتني بتمتحن، البنات بتمتحن دلوقتي يا جماعه، ربنا يكون في عون الناس بحالها. امتحانات ايه في البيوت. فانا هنا كنت بصور نفسي بقى، قلت اصور مع نفسي لان ايه عايزه اعتمد على نفسي في التصوير عشان البنات ساعات مبقوش فاضيين لي وكده. غسلتها وفتحتها وغسلتها وشطفتها حلو. ورحت ايه نقعها بليمون وملح. انا بحب انقع الفراخ بليمون وملح بس. بحطش خل معاها لان الخل بيخلي طعم الفراخ ايه مش حلو وكده. قلت بقى عبال ما هي تتنقع بالميه والليمون والملح امسك المطبخ اشطبه. قلت قبل ما اعمل كان ممكن اشطب المطبخ قبليها وكده، بس انا قلت لا عشان الزفاره يبقى انا اعمل كله مع بعض. حبة مواعين صغيرين ومطرح بقى الصينية والحلة والبوتاجاز كان عايز يتصبن وكده، فانا قلت اعمله فعملتهم. هنا بقى انا خلصت وورت بصور بعد ما خلصت. البوتاجاز بقى ايه خليته نضيف عشان الواحد يبقى واقف بيعمل الاكل كده يبقى نفسه مفتوحة لايه لعمايل الاكل. انا على طول الحمد لله بوتاجازي بيبقى نضيف وحلو كده. هنا بقى روضة كانت طلعت بقى، قلت لها تعالي لي بقى صوريني عبال ما اعمل التتبيلة بتاعت الفراخ المشوية وكده. قلت هشويها في كيس حراري. حطيت فلفل اسمر وملح ودعكت البصل والفلفل الاسمر وملح مع بعض. ممكن ما تحطيش اي اضافات تاني وتعملي الفرخه بفلفل اسمر وملح بس، او بهارات فراخ او اي حاجه. وما تحطيش معاها اي حاجه تاني. وتعمليها في كيس حراري او عندك شوايه تعمليها فيها بتبقى جميله زيها زي بتاع المحلات بالظبط. بس انا قلت بقى طعمها. حطيت طماطميتين وحطيت قرنين فلفل، واحد حر وواحد ايه بارد. وحطيت حبه بهارات. والمهم ايه رحت إيه عاملاهم كلهم مع قلب بعض كده وقلبتهم. وايه عشان احشيها في قلب الفرخه. صلوا على النبي يا جماعه ووحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. طبعا فرخه كامله بقى فايه. النهارده عيد زي ما بيقولوا. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، يا ربنا يرحمنا برحمته يا رب، عايشين زي ما الناس عايشه وماشيين الحمد لله. قلبتهم كلهم على بعضهم وهحشي الفرخه من جوه. وهحط على الصدر يعني. تشوفوا دلوقتي انا بعمل ايه. كنت شطفتها تاني ونضفتها تاني وخليتها زي الفل. هفرغ بقى الجلد من اللحمة عشان احط فيه من التتبيلة اللي انا عاملاها دي. عشان خاطر الصدر بيبقى لحمته ناشفة شوية، فعشان تبقى ايه ليها طعم حلو كده. فحشيت من جوه كده حبة ورحت حاطة معاها الكبدة والقناصة علشان ايه تستوي برضو في نفس الوقت تبقى لها طعم ايه التتبيلة وكده. دي غير الفراخ المشوية يا جماعة على الفحم، دي فراخ في الكيس الحراري انا بعملها كده. وكمان ممكن تعمليها بتشكيلة خضار يعني مع البصل والطماطم والفلفل دوت. تقطعي كوسة طرنشات، جزر طرنشات، بطاطس، عندك بسلة حطي، عندك فاصوليا خضرا حطي. كل دوت بس مش تحطيه في قلب الفرخة بقى، لا بتحطيه تحت الفرخة في الكيس. وفي نفس الوقت بيخلي يعني كل اللي بينزل من الفرخة هينزل على الخضار. بتبقى شوربة خضار ما حصلتش كلها مع بعض كده يا جماعة مستوية. بتبقى ملهاش حل. انا عملتها كذا مرة بصراحة ربنا جميلة قوي. فكنت بعت بقى روضة تجيب لي كيس حراري، فقال لها الباكو على بعض وكده. قلت لها مش مشكلة مش هيخسر، جابتهولي على بعضه. بس مش عارفة بصراحة هو ب10 جنيه. بس مش عارفة هو فيه كام كيس. خدت بقى القفل بتاعها وبعدين ايه قلت اخليه ايه في ايدي عشان ايه اعمل على طول. فكنت حشيت قلت هحط بقى ايه التتبيلة اللي انا بقيتها حطيتها في ايه
في الكيس، علشان الفرخه ما تلزقش في الكيس لو حطيتها في الشوايه، لان الفرخه هتلزق فهتتحرق. حتى انا اول مره اقرا التعليمات اللي ورا الغلاف دوت، لقيتك بيقولك لو انت مش عايزه الفرخه تلزق وكده ممكن تحطي رشه دقيق. انا كنت المعلومه دي اول مره اعرفها بصراحه. انا على طول يا اما احطها من غير اي حاجه، يا اما احط لها حبه طماطم، اي حاجه انت عاملاها عشان ما تلزقش وكده في الكيس وتتحرق، لان هي بتاخد وقت في السوا يا جماعه، فالسخونيه من تحت بتحرقها. حتى انا بوزع اهوت عشان خاطر الايه الفرخه ما تبقاش جايه على الكيس عشان ما تلزقش فيها. قفلتها كده تقفيله حلوه. ونسيت بقى حاجه مهمه رافضه بتقولي ده انت فضحتينا على اليوتيوب. مش فضيحه ولا حاجه، هو كل يوم هنجيب فرخه سليمه؟ بعد ما خلصت لقيت الرجلين. يا بنتي ارميهم ارميهم. قلت لها لا حرام عليك يا حرام، ارميهم ليه؟ حرام، ده انا نضفتهم وكده. والله لا انا فاتحه وحطاهم تاني. فضحتينا على اليوتيوب. قلت لها مش فضيحه ولا حاجه، الناس كلها بتاكل، وبعدين انا مش سرقاهم يعني، دي حاجه بتاعتي، ومش كل يوم يعني الناس هتجيب فرخه كامله يعني. وقعدنا نضحك انا وهي مع بعض. المهم قلت لهم في قلب الفرخه من جوه عشان يبقى طعمهم حلو، حطيتهم وقفلت الكيس تاني. هي واقفه بتكلمني وعماله بتنكف فيا، بس قلت لها مالكيش دعوه، انا اللي بطلع على اليوتيوب، مالكيش دعوه انت. بفتح فتحتين في الكيس عشان ايه؟ الكيس ما يفرقعش في الفرن وكده. في نفس الوقت وانا بعمل كل ده انا كنت فاتحه الفرن مولعه الفرن يسخن، زقتها في قلب الفرن. وقلت اعمل بقى كيس مكرونه. قلت اعمل كيس مكرونه بصلصه اللي هو ايه، قلم. لقيت هو ده اللي لقيته عندي، وعندي مكرونه صغيره، بس انا قلت لا خلينا في القلم دي. الكشري نفض البيت من المكرونه، خد المكرونه كلها اللي كانت في البيت. سلقت بقى المكرونه. وهعمل ايه هغسل بصلايه علشان خاطر الصلصه وكده. انا بفتح الحنفيه وبروح مصفيه المكرونه على طول. الحله كانت ايدها سخنه عليا. اللي وصل معانا لحد هنا يا جماعه يحط لنا اللايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. صلوا على النبي ووحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. سبت بقى المكرونه بقى تتصفى براحتها. كنت هنا عامله نص شفشقوطه. وفي نفس الحله اللي انا سالقه فيها المكرونه هي اللي انا هعمل فيها التسبيكه، يعني مش لازم نوسخ مواعين كتير وكده، الحله ما فيش حاجه فيها يعني، يا دوب سلقت فيها المكرونه. عفوا يا جماعه. انا بعملش المكرونه يا جماعه بتوم. مش بحس ان الصلصه بتاعتها بتبقى حلوه، بتبقى خفيفه كده، وهي بيدي ريحه حلوه، بس الطعم اهم حاجه الطعم. وبعدين البصلايه بتدي شمخه للتسبيكه بتاعت الصلصه، بتخليها جميله جدا ومسكره، وفي نفس الوقت يعني ايه بتعمر الدماغ زي ما بيقولوا. يعني هو البطاطس بيعمر الدماغ، البصل. بطاطس ايه؟ البصل. فانا هنا بتبل بصفر بصلايه، اخليها تصفر بس كده، وفي نفس الوقت بطشها بمعلقه خل كبيره. هتشوفوا دلوقتي. انا بحبها كده بصراحه، مش بحب تسبيكه التوم يا جماعه، انا متعوده على كده. فاللي متعوده عليه بعمله، عشان انا مش بحب اجرب في الاكل يعني، او ابوظ اكل وارجع اقول يا ريتني ما كنت عملت. الحاجات بقت تكلف وكده يا جماعه. البنات لما بيعملوها بتوم بصراحه مش بتملى دماغي. صف الطماطم، احط لها حبه توابل وحبه فلفل اسمر وحبه ملح. وكان عندي بقى الدقه بتاعت الكشري اللي انا جايباها من عند العطار، حطيت منها شويه بصراحه، بس هي ما اتصورتش. برضو مخليها طعمها جميل قوي. ما بتطفي البصلايه بمعلقه الخل بتدي طعم جميل قوي للصلصه بتاعت المكرونه، يعني تحسي ان انت بتاكلي كشري. قطعت عليها قرن فلفل اخضر، قلت برضو عشان يخليها طعمها حلو. كل ده وانا واقفه كده بسرعه نضفت الفرخه وصبنت المواعين وصبنت البوتاجاز، وكل ده وانا واقفه كده يعني ما خدناش يعني. عملت سلطه خضراء وسلطه طحينه هنا بقى بدوريكم هعمل السلطه. هلم بس الاول العك اللي انا عاملاه ده كله، وبعدين هعمل السلطات وكده. صلوا على النبي يا جماعه ووحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. هنا بقى كنت هبتدي في عمايل السلطه، وحطيت الطحينه. دي كانت اخر طحينه عندي، مكانش فيه تاني، وجبت لها علبه زبادي. بس مش عارفه يا جماعه علبه الزبادي، انا اول مره اعمل سلطه طحينه بزبادي، بس البنات استغربوا طعمها. دي كنت اول مره اعملها بالزبادي، على طول بعملها كده بميه سخنه بتبقى جميله. هنا بقى الفراخ كانت استوت، بس انا قلت اديها لون. هي كان فيها لسه سوايل، بس قلت خلاص هي استوت وبقت حلوه يعني.
ففتحت الكيس وحطيتها تاني تحت الشوايه، خدت لها لون شويه، بس كانت جميله جدا وكانت دايبه دوب كده، وكانت ما كانش ليها حل. فتحت هنا بقى كنت فاتحه الشوايه وحطيتها بقى تاخد لون كمان شويه، لان لونها كان لسه فاتح. وانا كنت خلصت الصلصه بتاعت المكرونه، بقلب بقى المكرونه على الصلصه. كيس واحد والله فاض منه كتير قوي، مش عارفه ليه. الحمد لله يعني، ربنا يبارك في الاكل وكده. البنات بعتمد على انها تاكل الفراخ المشويه بعيش، وانا برضو بحب اكل الفراخ المشويه بعيش وسلطه طحينه وكده وسلطه خضراء. انا كويس ان انا ما كترتش مكرونه، هو كيس واحد وفضل منه كتير. اللي وصل معانا لحد هنا يا جماعه يحط لنا اللايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. هنا بقى المكرونه والسلطه الطحينه والفرخه يا جماعه، بصراحه ربنا كانت جميله قوي. حتى رنيت على حمدي قلت له تعالى، بقول له خلص يا راوده انا جعانه. فعلا انا كنت جعانه قوي. قلت له خلص، لان دلوقتي من ساعه العيد مش عارفه ما بفطرش، يعني بقوم من النوم متاخر وبجهز الغدا على طول وما بفطرش. قلت لحمدي تعالى كل اكل حلو، قال لي لا خليني بالليل لما اجي. سلطه خضراء وسلطه الطحينه والمكرونه. كل سنه وانتم طيبين. حطوا لنا اللايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. اشوف وشكم على خير. وصوري يا روضه بقى الحاجه، فقالت لي ماشي. بصي الفرخه عامله ازاي يا جماعه، جميله جدا، والمكرونه وكل حاجه. اشوفكم الفيديو الجاي. مع الف سلامه.